السلام عليكم خوتي. دابا في هاد الايامات بزاف ديال الناس تسالوا علاش كتر الجراد في المغرب، واش حنا قدام كارثه فلاحيه ولا غير موجه عابره وغادي تدوز. اليوم غنهضروا بالتفصيل على شنو واقع، منين جا الجراد وشنو ممكن يوقع في الايامات الجايه. خليك معايا حتى الاخر حيت المعلومات غادي تصدمك. منين جا الجراد؟ الجراد ماشي جديد على المنطقه، غالبا كيطلع من دول الساحل الافريقي بحال موريتانيا ومالي، ومن تما مع الرياح الجنوبيه كيدخل لجنوب المغرب. هاد النوع غالبا كيكون هو الجراد الصحراوي اللي الا تجمع في اسراب كبيره يقدر يدمر مساحات فلاحيه كبيره في مده قصيره. علاش تكاثر دابا؟ كاينين ثلاثه الاسباب رئيسيه: واحد الامطار الاخيره، اثنان الغطاء النباتي اللي تزاد، ثلاثه الحراره المعتدله. هاد الظروف كامله مثاليه باش الجراد يبيض ويتكاثر بسرعه كبيره. واش الوضع خطير؟ دابا حسب المعطيات كاين مراقبه مستمره من الجهات المختصه، وكيدار الرش بالمبيدات في المناطق اللي بان فيها انتشار. الخطوره كتكون الا تكاثروا بزاف وتحولوا لاسراب ضخمه، حيت السرب الواحد يقدر ياكل في نهار واحد نفس الكميه اللي تاكلها الاف الناس. اوبا! ولكن لحد الان الوضع تحت السيطره في معظم المناطق. شنو يقدر يوقع الا تكاثر اكثر؟ الا ما دارش تدخل سريع ممكن تتضرر الضيعات الفلاحيه، ترتفع اثمان بعض الخضر، يتاثر الفلاح الصغير اكثر. ولكن المغرب عنده تجربه سابقه في مواجهه الجراد، وكيكون تدخل استباقي غالبا. واش المدن مهدده؟ المدن الكبيره بحال الدار البيضاء والرباط غالبا ما كتكونش مهدده مباشره، حيت الجراد كيركز اكثر على المناطق الفلاحيه والجنوبيه. السؤال اللي كنطرح عليكم، واش فعلا خاصنا نقلقوا ولا غير موجه وغادي تدوز بحال المرات السابقه؟ كتب لي في التعليقات واش شفتوا الجراد في المنطقه ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش توصلكم اخر المستجدات.